الالوان والضوء وعلاقته بالالوان، والى ان ياتي القدر. وسبحان الله يعني اللي كنت بتمنى ان انا اشوفه واسلم عليه حتى عن بعد، افاجئ ان انا في يوم من الايام بيجي لي تليفون: انت معانا في لجنه. اللجنه دي فيها مين؟ فيها ايه ده؟ معقوله؟ معقوله؟ لا ده انا معاكم ونص كمان. فاولي رئيس اتيليه القاهره، الفنان الجميل، الفنان التشكيلي الرائع والناقد التشكيلي الاروع، صاحب الرسومات البديعه، صاحب المعارض الدوليه المعروفه اللي هتفضل محفوره في يعني في اذهاننا جميعا. يكفي اقول ابو نفرتيتي ولميس وهميس، استاذنا الجميل القدير الفنان التشكيلي احمد الجنايني. تحية كبيرة. بشكر وجودي مع حضرتك ووجودي معاكم جميعا. طبعا هعرف جاري طبعا الكاتب الصحفي الكبير المعروف، اللي يعني عايزه اقول صاحب الاخلاق الدامسه الحقيقه، والمتعاون جدا والداعم والمشجع، احمد السرساوي. سقفوا له. ومعانا طبعا ناقده، هي دكتوره، يعني دكتوره صيدلانيه. تخيلوا ما بين العلم والفن علاقه وثيقه جدا تبدا منذ الازل يعني وستظل مدى الحياه. الناقده الفنيه الدكتوره بسمه الثقار. تحيه كبيره. طبعا هرجع هنا تاني. معانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه سميه عبد المنعم، نائب رئيس تحرير جريده الوفد. اهلا وسهلا، شرفتينا، وانا اتشرف ان انا يعني اول مره التقي بحضرتك النهارده. وطبعا معانا الكاتب الصحفي المعروف، يعني صاحب نقول له باع كبير في الكتابه، هو نائب رئيس تحرير جريده الكواكب. هذه مجله الكواكب، مجله الكواكب، لانها هذه المجله من المجلات اللي احنا كلنا بنحرص دائما على اقتنائها. الاستاذ عادل دياب مشرفنا طبعا ومنورنا. اعتقد ان انا قمت بالجزء الاول من دوري، وهترك الميكروفون تاني للاستاذ احمد السرساوي. شكرا جزيلا دكتوره. يعني هي اتكلمت عننا كلنا، ما اتكلمتش عن نفسها، فيعني شغال. الدكتوره ناهد عبد الحميد طبعا يعني هي ناقده ادبيه وعضو اتحاد الكتاب المصري، ولها نشاط ثقافي كبير جدا، سواء من خلال رئاستها لملتقى الهناجر الثقافي. هي الملتقى ده اللي عمل كده زي القنبله في الميه الراكده، فيعني جه في وقت كان الساحه الثقافيه فيها كانت متناثره، وما كانش فيه صوت يمثل وزاره الثقافه في مجال الندوات. كان دايما الندوات هي تقام على هامش انشطه وزاره الثقافه، الى ان جاء الملتقى الحقيقه وعمل هذه النقله النوعيه في التعاطي والتفاعل بين وزاره الثقافه وما بين الجمهور. والشيء الرائع ان الملتقى لا يتبنى فقط يعني وجهه نظر وزاره الثقافه، هو ليس صوت وزاره الثقافه وان كان لا يعارضها طبعا بالفعل، ولكنه ايضا هو يهتم بالاحداث الجاريه والمجريات، ويعرض القضايا الثقافيه التي تهم الراي العام المصري بشكل رئيسي، وهي مؤسسه هذا الملتقى ومديرته. ويعني بنشكرها على اللقاءات الشهريه اللي بتقوم بها. النهارده الحقيقه اصبح سمعه الملتقى ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن بحكم يعني العمل لما الواحد يسافر خارج مصر في المنطقه العربيه دائما يكون الملتقى الهناجر الثقافي هو احد المحاور التي يتم الحديث عنها في هذا المجال. انا بشكرك دكتوره وبحييها. شكرا. انا هاخد الميكروفون بسرعه. يعني لازم اقول استاذ سيد هيثم، تحيه كبيره للكاتب والقاص والروائي الكبير. ولحسن حظي برضو ما انا محظوظه ان انا لسه مسجله معاه 5 ساعات، 5 ساعات، وكان منها الحصاد وعرق الحاره. كل التحيه لوجودك معانا، وكل التحيه بقى لكل الاصدقاء الموجودين مشرفين معانا. الحقيقه انا عايزه اقول اسم بحيي طبعا لجنه التذوق الفني والادبي الموجوده معانا وبرئاسه الاستاذ هشام الدشناوي، وطبعا زميلي العزيز اشرف. طبعا عايزه اقول اشرف البنا طبعا قاعد هنا بروحين،
دكتور طارق والتذوق الادبي. اتفضل يا استاذ. شكرا جزيلا دكتوره. الحقيقه هي الدكتوره ناهد تعرضت كده لموضوع تسجيلات، وده مشروع في غايه الاهميه بيتبناه اتحاد الكتاب المصري. ان هم بيعملوا مشروع اسمه الذاكره البصريه، ويا ريت احنا كل مجال ثقافي في مصر يتبنى هذا المشروع وهذه الفكره، وهو القيام بالتسجيل مع اعضاء اتحاد الكتاب للتعرف على المبدعين المصريين، ليس فقط على مستوى الابداع، ان انا يعني اعرف من هو الدكتور طارق منصور من خلال اعماله فقط الادبيه وخلال نصوصه، ولكن يتم التسجيل معاه بالفيديو عن مسيرته وعن حياته صوتا وصوره. فالحقيقه مشروع توثيقي مهم جدا احنا بنحيي عليه اتحاد الكتاب. هنخش بقى بسرعه على اجواء الندوه، وهندي المايك للدكتور طارق منصور. هو